لما اتسأل ألبرت أينشتاين عن نظرية الكم أو النظرية الكمية، كان ليه اعتراضات عليها بسبب إنه زي ما قلنا قبل كده إنه كل جسم حسب نظرية الكم ليه دالة موجية بتحدد احتمالية مكانه وسرعته. المشكلة في الدالة الموجية إن أنت ما بتديكش يقين تماما، كلها احتمالات، يعني احتمالات إن الجسم يكون موجود في المكان ده بسرعة كذا. ونقطة تانية غريبة بيعيبها الفيزيائيين على نظرية الكم، إنه حتى الاحتمالات المستحيلة بتكون موجودة في الدالة الموجية. يعني أنت مثلا لو بتحدد مكان وسرعة أرنب مثلا بيجري في الحديقة عندك في البيت، الدالة الموجية بتاعته فيها احتمال إن هو الأرنب يكون موجود على سطح المشتري، فحتى المستحيلات موجودة في الدالة الموجية. عشان كده ألبرت أينشتاين قال على ميكانيكا الكم أو النظرية الكمية إنه ربنا سبحانه وتعالى أو الإله ما بيلعبش بالنار ده. يعني إزاي إنه يكون الكون قايم على الاحتمالات؟ لأنه في تجارب ميكانيكا الكم انت ممكن تعمل التجربة اكتر من مرة، وفي كل مرة مع انك بتعمل التجربة في نفس الظروف، بس في كل مرة بتحصل على نتائج مختلفة. فعشان كده اينشتاين قال ان الله لا يلعب بالنار. هنتكلم عن تفسير كوبنهاجن، وهو من التفسيرات الشهيرة التابعة لميكانيكا الكم. قبل ما نفهم تفسير كوبنهاجن، في حاجة اسمها مفهوم القفزة الكمية. القفزة الكمية ببساطة إنه لما كلنا عارفين إن الإلكترون بيدور في سحابة حوالين نواة الذرة في مستويات طاقة. تقدر تقول إن في مستويات طاقة قريبة من النواة ومستويات طاقة بعيدة عن النواة. فالإلكترون بيكون موجود في مستوى محدد من الطاقة. بيحصل حتة القفزة الكمية ديت لما الإلكترون يكتسب طاقة عن طريق إن هو خبط فيه مثلا فوتون ضوء. لما بيخبط فيه فوتون ضوء هو بياخد كمية الطاقة بتاعت فوتون الضوء هو بيكتسبها، وفوتون الضوء بيمشي، فبيعمل قفزة كمية، بينتقل من مستوى طاقة لمستوى طاقة أعلى. والغريب في الأمر إنه حتة القفزة الكمية دي بتحصل في لا زمن، يعني ما بتحتاجش زمن. تقدر تقول عليها إن هي بتحصل لحظيا. عشان ندخل في تفسير كوبنهاجن، في حتة الأول في ميكانيكا الكم مثلا، إن أنت لو أنت عندك صندوقين وصندوقين مقفولين، أنت وفي أحد الصندوقين في قطعة شوكولاتة مثلا في أحد الصندوقين، بس أنت مش عارف هي قطعة الشوكولاتة في أي الصندوقين مع بعض. نظريات ميكانيكا الكم بتقول لك إنه الحقيقة بتقول إنه قطعة الشوكولاتة ديت موجودة في الصندوقين في نفس الوقت، يعني موجودة هنا وموجودة هنا. الدالة الموجية لما تعمل دالة موجية للصندوقين هيقول لك إنه في احتمال وجود قطعة الشوكولاتة دي في الصندوق ده، وفي نفس الوقت تكون موجودة في الصندوق ده. المبدأ غريب شوية على الفهم، لكن ده اللي بياخدنا لتفسير كوبنهاجن. هيجي واحد يقول لك طيب لا، ده مستحيل وما نقدرش نثبته. قدرنا نثبته، تم اثباته علميا فعلا انه الاجسام في الابعاد الكميه، يعني الاجسام زي الالكترونات والاجسام الصغيره وفوتونات الضوء في الابعاد الكميه الصغيره فعلا بتقدر تتواجد في مكانين في نفس الوقت. وده تم اثباته عن طريق تجربه اسمها تجربه الضوء المستقطب. عشان نفهم يعني ايه استقطاب الضوء، انت لو عندك حبل مربوط وهزيته كده، بيبقى الموجة اتجاهها رايح ماشي في الاتجاه ده، لكن اهتزاز الموجة عمودي على اتجاه الحركة. ولو هزيت الحبل كده هيبقى اتجاه الحركة هو نفس اتجاه الحركة، بس اهتزاز الموجة هيبقى كده وكده، يعني افقي مش عمودي زي المرة اللي فاتت. ده اللي بيسمى الاستقطاب، اللي هو اتجاه اهتزاز الموجة. احيانا بيبقى عمودي على اتجاه الحركة، احيانا بيبقى افقي على اتجاه الحركة، احيانا
قد يتخذ زاوية. ده بالنسبة للضوء. قلنا الضوء الاستقطاب بتاعه ممكن يكون عمودي أو أفقي أو حتى بزاوية، وغالبا الضوء بيبقى مستقطب في جميع الاتجاهات مع بعض. يعني الضوء بيبقى مستقطب في أكتر من اتجاه، ممكن يكون مستقطب يعني بيهتز عمودي وبيهتز أفقي، وممكن يهتز ما بينهم بزاوية 45 درجة بزاوية 30، أيا كانت الزاوية. المهم إن الضوء بيكون في أكتر من استقطاب في نفس الوقت. علشان نستفيد ايه من استقطاب الضوء، في اجهزه اسمها اجهزه المستقطبات. وببساطه جهاز المستقطب ده هو جهاز عامل زي بوابه كده. لو قلنا ان المستقطب ده مستقطب رأسي، معنى كده ان هو هيسمح بمرور بس الضوء اللي مستقطب رأسي، يعني الضوء اللي بيهتز. لو قلنا ان هو مستقطب عمودي او رأسي، الضوء اللي الاستقطاب بتاعه او بيهتز بالشكل ده عمودي على اتجاه الحركة، هو ده اللي هيعدي من جهاز المستقطب. واحنا قلنا ان الضوء بيكون مستقطب في اكتر من اتجاه في نفس الوقت. يعني ممكن يكون في استقطاب، بعض الفوتونات بتهتز عمودي، وبعض الفوتونات بتهتز افقي، وبعض الفوتونات بتهتز بدرجة معينة. المهم ان جهاز المستقطب ده لو احنا جبنا مستقطب رأسي يبقى هيسمح بمرور الضوء اللي هو الاستقطاب بتاعه رأسي او بيهتز بشكل رأسي، وبقية الضوء هيتم امتصاصه من خلال المستقطب. ولو جبنا مستقطب أفقي بيسمح بمرور الضوء بس اللي هو مستقطب أفقي. و لما يكون في ضوء مستقطب بزاوية ما بين 90 درجة اللي هي الرأس وما بين الصفر، يعني مثلا زاوية 45، يبقى نص الضوء هيعدي ونص الضوء هيتحجب. زاوية 30 نسبة معينة من الضوء هتعدي من المستقطب، ونسبة تانية مش هتعدي. أمثلة المستقطبات دي نقدر حتى نلاحظها في حياتنا اليومية، زي النظارات الشمسية. النظارة الشمسية بتاعتك هي مستقطب بتحجب الضوء اللي جاي في اتجاه معين، ما بتخلوش يعدي، والضوء اللي جاي في اتجاه تاني بيعدي. وكمان أمثلة تانية زي أجهزة أو الشاشات بتاعت الأجهزة الذكية زي التلفزيون والموبايل والساعات. بنستخدم المستقطبات ديت عشان نتحكم في كمية الضوء اللي بتعدي، بحيث إن احنا لما بنحجب كمية من الضوء بنقلل خاصية في الضوء اسمها شدة الضوء. فكل ما اتخلينا عن نسبة معينة في الضوء، فإذا شدة الضوء هتقل. طيب علشان نثبت فكرة انه فعلا الجسم ممكن يتواجد في مكانين في نفس الوقت او يعمل احتمالين مع بعض، زي ما قلنا فكرة الصندوق اللي فيه الشوكولاتاية، انه فعلا الشوكولاتاية ممكن تكون موجودة في نفس الصندوقين في نفس الوقت، واللي بيجبرها ان هي تتواجد في صندوق واحد بس ان احنا لما نفتح الصندوق اجبرنا الدالة الموجية بتاعة الجسم انها تتخذ قرار ان هو خلاص تتخلى عن كل الاحتمالات ويفضل احتمال واحد. يعني لو عندها احتمالين تتواجد في الصندوق ده او تتواجد في الصندوق ده، النظرية الكمية بتقول ان هي متواجدة في كلا الصندوقين. لكن عملية القياس اللي احنا بنقوم بيها لما فتحنا الصندوق هي دي اللي بتخلي الجسم ياخد قرار ويختار احتمال واحد من الاحتمالين. عشان نثبت الكلام ده بيتثبت ب تجربة الشق المزدوج اللي هي عاملها قبل كده توماس يونج، اللي هو التجربة الشهيرة ان هي حيطة فيها فتحتين صغيرين، وبنضرب فوتونات ضوء او اشعة ضوء. اللي بيحصل في العادي ان هو اشعة الضوء بتمر من الفتحتين، ولو الضوء كان جسيم، لو احنا طبعا كلنا بقينا عارفين ان الضوء ليه طبيعة موجية، لكن لو كان ليه طبيعة جسيمية بس كان المفروض ان هو عامل زي الكور كده، انه في كور انت بتضرب كور على الفتحة، في كور هتعدي من الفتحة دي وفي كور هتعدي من الفتحة دي، يعملوا مناطق مضيئة ورا. لكن اللي بيحصل في الحقيقة
انه بيحصل فيه تداخل كأنها موجة، يعني الضوء بيتصرف كأنه موجة عدى، كأنه عدى من الفتحة ديت وانتشر، وعدى من الفتحة دي وانتشر، فحصل تداخل ما بين الموجتين، فبقى في نمط تداخل ورا الشق المزدوج، وده اللي بيأكد الطبيعة الموجية للضوء. مش دي النقطة الأساسية اللي احنا بنتكلم فيها. النقطة الأساسية إن أنت لو عملوا تجربة وضربوا فوتون واحد بس، اللي حصل إن الفوتون عمل تداخل، نمط تداخل ورا الشق المزدوج. معنى كده إنه إزاي فوتون واحد بيتداخل مع نفسه؟ التفسير الوحيد إنه الفوتون لما كان قدامه احتمالين إن هو يعدي من الشق الأيمن للشق المزدوج أو يعدي من الشق الأيسر، اللي حصل انه عدى من الاثنين مع بعض، يعني اختار الاحتمالين مع بعض، عدى من الايمن وعدى من الايسر، وجي وراهم ورا الشق المزدوج وعمل نمط تداخل. يعني لما يكون موجتين بيتداخلوا مع بعض، هو عمل نمط تداخل ورا، فبقى في اماكن مضيئه واماكن مظلمه. ده كان فوتون واحد، فده اللي بيأكد فكره انه الضوء موجة. ما كناش نقدر نلاحظ الموضوع ده لو عملنا التجربة ديت وضربنا مليارات الفوتونات، لأن احنا مش هنكون عارفين مين اللي دخل مع مين. لكن لما حطينا فوتون واحد بقينا متأكدين فعلا إنه أولا إن الضوء موجة، ثانيا إنه اتأكدنا من إن الفوتون اختار الاحتمالين مع بعض، وده اللي بيأكد النظرية الكمية، إن هو الفوتون عدى من الفتحتين في نفس الوقت وعمل تداخل مع نفسه مع نفسه مع نفسه ورا. وعشان نتأكد أكتر من ال أو على فده اللي بيأكد لنا النظرية الكمية، أو فكرة إنه الجسم بيقدر يكون موجود في أكتر من احتمال في نفس الوقت. ده بسبب إن إحنا ببساطة إحنا مش عارفين في الحالة ديت، حتى لما ضربنا فوتون لوحده، إحنا مش عارفين الفوتون عدى من أي فتحة بالظبط، فبالتالي هو عدى من الفتحتين وعمل الاحتمالين مع بعض. لكن لما نيجي الحالة دي بتتهدم امتى؟ يعني لو احنا جبنا على سبيل المثال، جبنا مستقطب رأسي وحطيناه على الشق الأيمن بتاع الشق المزدوج، احنا عارفين المستقطب الرأسي هيعدي الضوء اللي عنده استقطاب رأسي، وجينا على الفتحة اليسرى بتاعت الشق المزدوج حطينا مستقطب أفقي اللي هيعدي الضوء اللي عنده استقطاب أفقي بس. وجينا قدام أجهزة العدسة اللي احنا بنشوف بيها، حطينا مستقطب تاني بحيث ان احنا نعرف الضوء اللي دخل العدسة ده جاي من أي الفتحتين. كده احنا اكتسبنا معلومة ما كناش عارفينها من الأول. احنا حتى لما ضربنا فوتون واحد ما كناش عارفين هو الفوتون ده عدى من أي فتحة من الفتحتين، فبالتالي هو عدى من الفتحتين مع بعض. احنا دلوقتي عايزين نكسب المعلومة، نعرف الفوتون ده عدى من أي فتحة بالظبط. هل لما احنا اكتسبنا المعلومة دي وبقينا مراقبين، بقينا شايفين هل الفوتون هيتصرف بنفس الطريقة ولا مش هيتصرف بنفس الطريقة؟ اللي حصل ان المعلومة اتدمرت وما حصلش نمط تداخل للفوتونات ورا الشق المزدوج. كده الموجة او الدالة الموجية بتاعت الجسم اللي هو الفوتون انهارت، ما بقتش بتاخد كل الاحتمالات، اجبرت لما احنا راقبناها اجبرت على ان هي تاخذ احتمال واحد بس، انه الفوتون اختار انه يا يعدي من الشق الايمن يا يعدي من الشق الايسر. ما بقاش عنده امكانيه ان هو يعدي من الشقين مع بعض زي ما حصل في التجربه لما ما كناش احنا عارفين او ما كانش عندنا المعلومه اللي بتقول لنا هو المفروض يعدي من اي فتحه. لكن لما حطينا مستقطب هنا ومستقطب هنا ومستقطب ثالث علشان نعرف الضوء جاي من اي فتحه بالظبط، فاضطر فوتون الضوء ان هو يختار فتحه بس من الفتحتين ويهدم النظريه الكميه. وده اللي بيسمى اللي احنا بدأنا بيه الفيديو ده اللي بيسمى تفسير كوبنهاجي. وتفسير كوبنهاجي العلماء
اخرجوه في مدينة كوبنهاجن في الدنمارك، وده بينص انه ميكانيكا الكم تصلح بس للجسيمات الصغرى زي الالكترونات والفوتونات والاجسام اللي تحت ذرية، لكن الاجسام الكبيرة حجما ما يصلحش لها النظرية الكمية. واللي بيخلي الجسيمات الكمية ان احنا لما بنقيسها زي ما حصل مع الفوتون وبقينا شايفينه وعارفين هو جاي من اي فتحة، خلاص بيتصرف كأنه جسم كبير. اللي بيخلي ده يحصل بس التفاعل ما بين الأجسام الكبرى اللي هي أجهزة القياس والأجسام الصغرى اللي هي الفوتونات أو الإلكترونات. والغريب إنه تفسير كوبنهاجن ده بياخدك لحتة شوية غريبة. بيقول لك إن هو أصلا مفيش أي حاجة بتحصل في الطبيعة بدون وجود مراقب. يعني بمعنى إن أنت لو أنت ماشي في غابة مثلا وفي شجرة وقعت على الأرض، اللي حصل إن أنت لو ما كنتش أنت موجود كمراقب أو حتى في كلب أو أي كائن حي شايفها، هي ما كانتش واقعة، هي كانت موجودة زي ما هي كانت في حالات متعددة. هي كانت الشجرة واقفة وفي نفس الوقت كانت واقعة على الأرض. هو ده مبدأ تعدد الاحتمالات بتاع ميكانيكا الكم اللي هو غريب شوية، لكن تم إثبات صحته زي ما قلت لك بتجربة الشق المزدوج اللي احنا لسه قايلينها. هو ده كان تفسير كوبنهاجن من التفسيرات اللي حطت شوية عوائق في نظرية الكم، اللي هو بيقول لك ببساطة إن نظرية الكم ما بتنطبقش على الأجسام الكبيرة اللي زي الإنسان أو أي جسم أكبر حجما من الذرة أو من مجموعة ذرات، وإنه ميكانيكا الكم بتنطبق بس على الأجسام الصغرى. بشكر أي حد شاف الفيديو ولا عجبك الفيديو، يا ريت تعمل له شير، والسلام عليكم.